بدات من البارح يعني بصفه عنيفه، اتصلت طالبات من اللي اما تحالوا على مجلس التأديب والا المدعوات باش يتحالوا على مجلس التأديب بالعميد يحتجوا عليها على الاحاله هذه. واثناء حديث العميد معهم توتر وهاجوا زوز منهم، قاموا بعمل عنيف جدا فوق مكتب العميد. كل الاوراق الموجوده فوق مكتب العميد والملفات رموها في الارض، واصبحت يعني حاله متاع فوضى وعنف، مما اضطر العميد باش يتصل بوكاله الجمهوريه ويجي معناها المختصون في الموضوع باش يقوموا بالمعاينه والتحقيق. وبعد ذاك جات دعم سلفي ووقع اعتداء بالرمي الحجاره على مكتب العميد، وقاعد حتى نشوف البلار مازال مكسر بتعبير العميد. واليوم في الصباح الان بالتحديد اللي قاعد نشوف فيه الان مجموعه كبيره من الطلبه دافع على باب الكليه، وفي المقابل على محطه المترو المقابله على السكه يعني علامات كحله وصفراء وحمراء مكتوب عليها لا اله الا الله، وابواق وشعارات منها تونس حره حره واليسار على برا. هو انه على دائره كيلومترات عديده لا يوجد اي عون امن ولا جيش ولا اي شيء. اتوجه الى وزاره الداخليه، الى وزاره الدفاع الوطني، الى رئاسه الحكومه، اذا كان منوبه مازالت تابعه التراب التونسي والا لا. الجمهوريه الثانيه لا يمكن أن تقوم قائمة لهذه الجمهورية الثانية بدون استقلالية القضاء. ونستغرب أن قضايا الآن تجاوزت الستة قضايا، والسيد وكيل الجمهورية لم يرى ضرورة إلى حد الآن لحتى دعوة هالأشخاص لبحثهم. وهذا أمر غريب في وقت اللي نشوفوا وكالة الجمهورية تبادر من تلقاء نفسها وبسرعة إلى إيقاف إعلاميين وأصحاب مؤسسات إعلامية.